إبراهيم الجعفري يشتغل موظف عند العبادي بصفة وزير خارجية، ومع ذلك إبراهيم الجعفري يرأس التحالف الوطني. فلهذا العبادي لازم يفكر بها صح، يقول شلون موظف عنده أقدر أمره وشلون هو صاير عليه رئيس؟ مستحيل، ما ترهب، ما مضبوطة الشغلة. هو يفترض يفهمها، مهندس ما أعرف شنو اختصاصه حيدر العبادي، يفترض يفهمها، ما راكبه. المهم دعاه قال له يابا نريد نسوي اجتماع لقادة التحالف بحضور رئيس مجلس الوزراء فلازم تحضر. راح الرجل لقى نفسه أمام ما يلي. طبعا احنا نتحداهم كلهم ان يكذبون هاي الحادثة، لأن هاي من مصدر من داخلهم. كلهم راحوا شوفوا الصور. هذا إبراهيم الجعفري القاعد والمالكي وذوله حسين الشهرستاني، أبو الفضيلة، أبو التيار، حج هادي، عمار، كلهم ذولا قاعدين. بس هاي الصور كانت بعد اجتماع سبق هذا الاجتماع. اجتماع كان موجود به قاسم سليماني. قاسم سليماني إيراني وقائد عسكري إيراني. شوفنا الصورة الآن يقولون حشد ويا الحشد مستشار، لكن قاسم سليماني تفاجأ حيدر العبادي انه قاسم سليماني ايش جابه؟ شنو حاضر أنا تحالف وطني، شنو جايبي لي قاسم سليماني؟ فالمهم السلام عليكم السلام، قعدوا غير يبادر إبراهيم الجعفري ويحكي، اللي بادر بالكلام هو قاسم سليماني، ووجه كلامه إلى حيدر العبادي بحضور مترجم إلى للعربية، لكن قاسم كان يحكي بالعربية المكسرة ويحكي أنت شنو هاي الإصلاحات اللي مسويها؟ أنت بيا حق الشيء الحج أبو سراء، أنت هاي إصلاحاتك ما مستشار بها شركائك، أنت ما سألت ذولا الأطراف وياك، أنت ما يصير تسوي هاي الإجراءات. فحيدر أول شيء سواه حيدر العبادي نظر للقاعدين، فشاف انه اللي يهز براسه هو نور المالكي وعمار الحكيم مع ابتسامه بسيطه، وبالتيار الصدري ممتعض، وحج هادي مدنق بالقاع، ما يريد يكون طرف بالحديث، والباقين متفرجين. فقال له خلصت؟ قال له ايه. حيدر العبادي يحكي ويا قاسم سليماني، قال له خلصت؟ قال له ايه. قال له انت هنا تحكي بصفتك الشخصيه لو متحدث عن الحكومه الايرانيه؟ قال له لا بصفتي الشخصيه. قال له ما لك حق، احنا اول شيء قاعدين كاجتماع سياسي وتحالف وطني، اذا تعتبر نفسك شيعي واحنا شيعه وشيعه ايران امتداد لشيعه العراق ما يصير ايضا تحضر هذا الاجتماع. الاجتماع مو خاص بطائفه معينه، وانما خاص بحكم واداره دوله. ثانيا اريد اقول لك أنا حزمة الإصلاحات اللي عندي ترى عندي حزمة إصلاحات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وبدأ حيدر العبادي يرفع صوته. وهاي الإصلاحات رايدها الشعب ودعمتها المرجعية، ولا أنت ولا إلى غيرك إلى حق يتدخل بيها. فحضورك الاجتماع حضور ما إلى أي مسوق قانوني ولا شرعي ولا أخلاقي ولا أي شيء، فماكو داعي تحضر. فإذا جاي تحضر حتى توصل لي الرسالة، فهاي رسالتي بالمقابل. حزمة الإصلاحات مستمرة، وزيدك من الشعر بيت إنه المرجعية تضغط علي والشارع العراقي يضغط علي أن اطلع من حزب الدعوة واطلع من التحالف الوطني. وأنا عندي أسهل شيء أن أطلع الآن من التحالف الوطني ومن حزب الدعوة، وأن لا أخسر الشعب، وأن لا أخسر تاريخي، وأن لا أخسر مستقبلي، وأن لا أخسر دعم المرجعية إلي. هذه رسالتي إليك وللحاضرين وياك. فوجودك غير مشروع. قام قاسم سليماني السلام عليكم السلام طلع وحكى من الباقين بعد ما تفاجأوا بلهجة العبادي وبقوة طرحه. أول ما واحد بادر المالكي قال له لا 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 ما نريدك تطلع وما يصير، وإحنا مو هذا قصدنا، وإحنا قصدنا الإصلاح، بس عندنا بعض النقاط. قال له شنو هي؟ قال له تغلق البغدادية. قال له أنت جايبوني هسه بالاجتماع وجايبين سليماني حتى تغلق البغدادية؟ أنا لا أغلق البغدادية، ولا من حقي أغلق البغدادية، لا دستوريا ولا قانونيا، والإعلام الحر مدعوم بالدستور اللي كلنا متوافقين عليه. وثانيا الإعلام الحر ما جاي يسيء. قال له لا 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 السي إن احنا ساءت لي وساءت دولة القانون وساءت حزب الدعوة. قال له لا ساءت ولا شيء، دلتنا على أخطائنا.
نريد نشتغل بها نشتغل بها ونصلح الأخطاء، ما نريد نشتغل لا نوقع بنفس الخطأ. المهم إذا أنتم دازين علي حتى تسمعون مني، فأنا أقول لكم إصلاحاتي مستمرة، وهذا أنتم لازم تسمعونه من عندي للتاريخ الوحيد اللي هو أمير الكناني ممثل التيار الصدري قال له استمر بالإصلاحات وإحنا وياك وما نتراجع، واللي عليه تهم بالإرهاب أو بالفساد أو بيع الموصل يقدم نفسه للقضاء أيا كان منصبه بالسابق أو أيا كان الكتلة بالحاضر، والباقين ما حد حكى بكلمة وسكتوا وقام العبادي. سيد حيدر العبادي هاي الحادثة ننقلها من مصدر من داخلكم، ونتحدى أي واحد منهم يقول لا مو صحيح. فرسالتنا ما يلي، رسالتنا رسالة العراقيين جميعا، تيارك هو تيار الشعب، تيار العراقيين جميعا، تيار مدعوم للمرجعية ومدعوم من الشعب أولا وأخيرا. فانسحب خلال هذا الأسبوع، واترك حزب الدعوة بكل سيئاته وسلبياته، واترك ائتلاف دولة القانون بكل سيئاته وسلبياته، والبس عباءة العراق، البس عباءة العراق، البس عباءة العراق، وانت تعال قود هذا التيار، قود تيار الشعب، قود تيار الشعب، قود تيار الشعب باسم الشعب. فرصة تاريخية أنه حيدر العبادي يسجل اسمه بأنه كان مصلح ولم يكن واحد من السيئين. اللهم هل بلغنا؟ اللهم فاشهد ورصدنا مستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.